بعد وفاة جنكيز خان سنة 1227 استلم حفيده هولاكو قيادة الإمبراطورية المغولية، وقام بالهجوم على منطقة الشام والعراق، فاقتحم هو وجنوده مدينة بغداد ودمروها وأحرقوا منازلها وكدبها. وقتل هولاكو الخليفة العباسي المستعصم بالله دهسا بأرجل خيله. كان هولاكو رجلا مجرما لا يعرف الرحمة، حيث أمر جنوده بقتل 1,800,000 مسلم كانوا يسكنون في بغداد، ومن بينهم الأطفال والنساء. بلغ الخبر إلى سلطان مصر سيف الدين قطز، فقرر الانتقام من هولاكو، وأقسم أن يلحق الهزيمة بجيش المغول، فجهز جيشا قويا من المسلمين مكون من 30,000 مقاتل، وانطلقوا من مصر نحو الشام. سمع هولاكو بالخبر بينما كان جيشه المتمركز في الشام والعراق منهمكا في نهب كل الثروات والكنوز، فأرسل هولاكو جيشا من 20,000 مقاتل، والتقى الجيشان في منطقة عين جالوت. وقعت معركة عين جالوت بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدين قطز وجيش المغول في شهر رمضان من سنة 1260 ميلادي، واستطاع المسلمين الانتصار على جيش المغول بفضل الله والقائد الذكي الشجاع قطز. كانت معركة طاحنة ومخيفة، حيث سحق المسلمين جنود المغول وتركوهم يسبحون في دمائهم، وفر الآلاف منهم منهزمين وأذلة وانسحبوا من تلك المنطقة. يعتبر المسلمين معركة عين جالوت فخرا لهم، وستظل الأجيال القادمة تذكرها وتخلدها في الكتب، ويمكن أن نقول هي المعركة التي كتبت نهاية زحف الإمبراطورية المغولية وبداية سقوطها ونهاية هولاكو المجرم، وأطلق اسم قاهر المغول على السلطان سيف الدين قطز.